بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد الله، يا كل اللي بيدور على نور في عتمة الحياة، اسمعوا بقلوبكم. في أوقات كده كل الأبواب بتتقفل في وشوشنا، والأرض بتضيق علينا، وما بيبقاش فاضل لنا إلا باب واحد بس، باب السما. الحقيقة هو ده السؤال اللي هنبدأ بيه رحلتنا النهاردة. رحلة هنشوف فيها إزاي المستحيل بيتحول لممكن، وإزاي من قلب الكرفة بيطلع أعظم فرج، وكل ده بقدرة القوي العزيز. قصصنا النهاردة كلها بتدور حوالين اللحظة دي بالذات، اللحظة اللي كل الأسباب المادية بتخلص فيها وكل الحلول الأرضية بتختفي. هنا بالظبط بتظهر قدرة ربنا سبحانه وتعالى، واليأس بيتحول لأكبر المعجزات. خلي بالكم، الحكايات دي مش مجرد قصص من الماضي وخلاص، لا، دي أمثلة حية على رحمة ربنا اللي ما بتتأخرش أبدا عن اللي بينادي وهو في كرب. دي رسالة لكل قلب موجوع إن الفرج قريب. طيب، يلا بينا نروح لأول قصصنا. معجزة هدية، معجزة حفظ ورعاية. لما شوية فتية لجأوا لربهم، فكان الكهف ليهم أوسع من الدنيا كلها. تخيلوا معايا الموقف ده بعين قلبكم. شباب في عز شبابهم، من عائلات كبيرة وليها مكانتها، سابوا كل ده، سابوا القصور والنعيم، وهربوا من ملك ظالم. كل ده عشان يحافظوا على إيمانهم بربنا. اختاروا العقيدة قصاد الحياة كلها. الموقف كان خطير جدا. كانوا قدامهم اختيار من اتنين: يا إما يكفروا بربهم، يا إما يهربوا بدينهم ويعيشوا في عزلة، وملقوش أي ملجأ غير الكهف الضلمة ده، حمايتهم الوحيدة من عالم كان عايزهم يتخلوا عن إيمانهم. وهنا بقى تتجلى المعجزة الهادية والمستمرة دي. حماية ربنا ليهم فضلت معاهم عبر الزمن نفسه. سبحان الله، الشمس نفسها بأمر من ربها كانت بتميل عن كهفهم يمين وشمال عشان تحافظ على أجسادهم من حرها. ولما صحيوا وبعتوا واحد منهم بالفلوس القديمة بتاعتهم عشان يشتري أكل، اكتشفوا الحقيقة. اكتشفوا إن ربنا حفظهم قرون طويلة عشان يكونوا هم نفسهم آية وعبرة لجيل جديد من المؤمنين. وهو ده الدرس الأكبر من قصتهم، إن حماية ربنا هي الملجأ الحقيقي والوحيد. لما بتكون مع ربنا، أضيق الأماكن بتبقى أوسع من الكون كله. ودلوقتي خلونا نغوص من هدوء الكهف لأعماق المحيط، لقصة الابتلاء فيها بيزيد، من مجموعة فتية لرجل واحد بس بيواجه عزلة ما تتوصفش في مكان محدش يتخيله، نبي الله يونس عليه السلام. يا الله، تخيلوا بس المشهد المهيب ده. سيدنا يونس عليه السلام في 3 ظلمات فوق بعض. بمنطق البشر مفيش أي أمل في النجاة، كل الأسباب الأرضية اتقطعت تماما. وفي اللحظة دي بالذات، ومن أعمق نقطة يأس ممكنة، خرج أقوى نداء عرفته البشرية: اعتراف كامل بالذنب وتنزيه كامل لله، ودعاء بانكسار ورحمة. شوفوا ترتيب المعجزة. المحنة وصلت لأقصى درجة، وبعدها على طول جه النداء الصادق، فكانت الإجابة الإلهية الفورية. التوبة الصادقة هي المفتاح اللي بيفتح أبواب الفرج، مهما كانت الظروف تبان مستحيلة. وهو ده الدرس اللي بيفضل معانا، إن الإيمان الصادق والدعاء اللي طالع من القلب يقدر يتجاوز أي محنة بإذن ربنا وقدرته. ونوصل لقصتنا الأخيرة، واللي بتوصل بينا لذروة الأحداث. معجزة علنية لامرأة وحيدة بتواجه أصعب ابتلاء ممكن حد يتخيله. السيدة مريم عليها السلام كانت بتواجه ألمين في وقت واحد: ألم جسدي شديد، وألم نفسي أصعب بكتير. الخوف من إن الناس تتهمها بشرفها، وما كانش معاها حد إلا ربنا. والرمز هنا عظيم جدا. جذع النخلة الميت ده كان شبه حالتها اليائسة، الحالة اللي كانت على وشك إن ربنا سبحانه وتعالى يحييها بقدرته. وبقدرة القوي العزيز المعجزة حصلت. ربنا ما رزقهاش بالأكل والشرب بس، لأ، ده رزقها بالبراءة وبالدفاع عنها قدام الناس كلها. يا الله على الدرس ده. الثقة المطلقة في ربنا مش بس بتجيب الفرج، دي بتجيب معاها الكرامة والعدل وإظهار الحق. ودلوقتي خلونا نلم كل خيوط القصص العظيمة دي مع بعض عشان نشوف الحقيقة الواحدة اللي بتربط ما بينهم كلهم. سبحان الله، سواء النجاة كانت لمجموعة أو لرجل واحد أو لامرأة وحيدة، الاستجابة الإلهية للإيمان الصادق ثابتة وما بتتغيرش. والجدول ده بيلخص لنا الفكرة كلها. كل نوع من اليأس قابله شكل فريد من المعجزة الإلهية اللي كانت مناسبة ليه بالظبط. وهي دي خلاصة الحكاية كلها. ممكن المكان يتغير والابتلاء يختلف، لكن وعد ربنا بالفرج للمؤمن الصادق هو وعد حق عمره ما بيتخلف أبدا. وهسيبكم مع السؤال ده تفكروا فيه.
في أي كهف أو بطن حوت أو صحراء خاصة بكل واحد فينا، إحنا مستنيين إن إيد الإيمان تهز جذع النخل اليابس، فتنزل علينا رحمات ربنا ورزقه